سلام البنات، دائما مع مطبخ فاطين مغتربة. نتمنى منكم ان شاء الله دعموني في قناتي على اليوتيوب لي لايك، بارطاجوا لي فيديو تاعي مع الاصدقاء تاعكم، واللي ما راهش مشتركه معايا تفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. اليوم بغيت نشارك معكم خبز الدار. وصفه سهله وبالخف توجد وما فيهاش تعب. نبدو بالمقادير. بسم الله. عندي كاس حليب دافي، ربع كاس زيت، مغرف كبيره تاع سكر، مغرف كبيره خماره، وحبه بيض والملح. هنا في غيسيبيون حطيت كاس تاع حليب دافي، وربع كاس تاع زيت، ومغرف كبيره تاع سكر، مغرف كبيره تاع الخماره، والبيض غادي ندير بياض البيض، والصفار نخليه على جهه نطلي به الوجه تاع الخبز. وزدت هنايا الملح مغرف صغيره ونص، ونخلط المكونات مليح بلا فوي. من بعد نبدا نزيد في الفرينه حتى تتلاي معايا العجينه هذه. الكاس اللي عبرت به الحليب يوزن 200 مليلتر. نفس الكاس اللي تعبروا به الحليب تعبروا به الزيت. نعاود لكم المقادير. كاس حليب دافي، ربع كاس زيت، مغرف كبيره تاع خماره، مغرف كبيره تاع سكر، وحبه بيض. البيض قلت لكم درت البيض والصفار نخليه باه نطلي به الوجه تاع العجينه هذه. نبدا نزيد في الفرينه والليم في العجينه تاعي. من بعد نحطها في البلون دو طرافاي فوق البوطاجي، ونبدا ندلك فيها. ما تعجنوهاش، هنا دلكوها غير بالكف تاع اليد كما كنت تشوفوا، واحد دقيقه ولا ما دقيقه. من بعد نعاود نردها في الباسينه، نغطيها بالسربيته ونخليها ربع ساعه ونعاود نوليلها. هنا كي فاتت ربع ساعه جبت البلا، درت فيه ورق الزبده، درت فيه شويه تاع الزيت كما كنت تشوفوا. ها هي العجينه فاتت ربع ساعه، ما خمرتش بزاف غير شويه. ونبدا نقرص فيها. هنايا انا ما درتش كميه كبيره، اللي بغات دير كميه كبيره دير خبزه كبيره تعمر لها في البلا ضعف المقادير. وهنا كي تقرصوها ما ترقوهاش بزاف. من بعد نغطيها بالسربيته ونخليها تخمر. انا هنا ما خليتهاش خمرت لي بزاف، عطيتها غير 20 دقيقه. نتوما عطوها 45 دقيقه تخمر مليح وتجيكم طالعه وخاويه من الداخل. انا كنت مقلقه، طيبتها بالخف، ما عطيتهاش الوقت باش تخمر. وهنايا جبت صفار بيضه اللي خليته ودرت فيه شويه نسكافي، شويه قهوه كنت مطيبتها، ونبدا ندهنها في الوجه نتاعها، يعطيها لون شباب وريحه شابه. هاد الكاطو يجي شباب بزاف، تجي البنه نتاعه كيما الكاطو وما فيهش تعب، بالخف يوجد. وهنايا كنت شاعله الكوشه، انا شعلتها على 220 درجه. انا دايما الخبز نشعل عليه من الفوق ومن التحت، وخليتها تحمى. درك في التالي نزوقها بشويه تاع سانوج وندخلها طيب. ها هي من بعد اللي طابت لي، شوفوا الكولر اللي داتها، دات حميره شابه، والريحه ما نحكي لكمش. يجي شباب هذا الخبز، قلت لكم البنه تاعه يجي كيما الكاطو وخفيف وما فيهش تعب، بالخف يوجد. نتوما برك خلوها تخمر مليح، حطوها 45 دقيقه تخمر لكم غايه وتجيكم طالعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ودوك ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في رواحكم في وصفه جديده ان شاء الله وفي فيديو جديد. بالسلامه.